تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم المصرية، أطلقت مؤسسة مصر الخير حملة بعنوان الهدية بأضعافها للمساعدة في فك كرب الأمهات الغارمات الأكثر تضحية ومنحهم الفرصة مرة أخرى لتفاعل إيجابي داخل المجتمع. مشكلتي ان انا كان عليا دين، كنت بجهز اختي وكده نيتها يعني، فالدين بعد ما جبت لها الحاجه ما قدرتش ان انا ادفع، فطبعا بقى كله يدفع عليا لحد ما عملت 13 قضيه وكانت احكام 21 سنه. كان احكام نهائيه وكان المفروض ان انا اترحل وكده، فمصر الخير لحقتني قبل ما اترحل يعني. الحمد لله من المحكمه عملوا لي وقف تنفيذي ساعتها. كنت ضامنه جوزي في اجهزه كهربائيه، فهو كان مريض يعني، فطلع حاجات بالقسط عشان مرضه فخدني ضمانته، فسددنا فترة، والفترة الثانية المرض أثر علينا ما كملناش السدد، فراح عملوا لنا قضايا، رفعوا علينا قضايا يعني وكده. القضايا وصلت للحبس، اتحبست أنا من 2008 حتى 2015. أنا بقى وصلت الحبس وهو مات في السجن. وبعدين راحت مؤسسة مصر الخير دورت علينا لما لقيتنا لسه محبوسة، طلعت ببيع شوية خضار والعربية وانا ماشية اتقلبت بينا، فرحنا خدنا فلوس من الناس يعني، راحوا مزودين علينا ما قدرناش ندفعها، راحوا رفعنا علينا وصلت الأمانة. اتصلنا بمصر الخير ردوا علينا بصراحة، ما كناش نتوقع كده. انا اتحبست 4 شهور، ولولا فضل الله وليهم ومؤسسة مصر الخير ما كنتش طلعت لحد الآن. لم يكن هدف الحملة مساعدة الغارمات فقط، بل ودعمهم بتوفير مصدر دخل يعينهم على مواجهة أعباء الحياة لتغيير حياتهم بشكل كامل. واحنا مع كل غارم في كل حتة وفي كل مكان الحقيقة يطرق بابنا واحنا معاه، ومش هنسيبه لغاية بإذن الله ما نحل له مشكلته. والأهم من ان احنا نحل مشكلة الغارم بدفع الفلوس، ان احنا الحقيقة نوفر له فرصة عمل او مهنة عشان يشتغل، لان هو شعارنا في الغارمين العمل. اختيار الأمهات الغارمات جاء وفقا لمعايير كثيرة وخطوات بحث لجميع الحالات. بدأنا نخش السجون نشوف مين اللي مسجون على قضايا تبديد اللي هي الشيكات وسط الأمانة، اللي هو جهز بنته بيصرف على أولاده، على علاج أولاده، على تعليمهم. بدأنا نفك كربهم. بعد فك كربهم بدأنا مرحلة جديدة من فك كربهم، وهو ازاي نوفر للناس دي دخل ثابت يعيد نوع العيش منه. تعمل الحملة على تنفيذ مشروعات تستهدف تنمية المرأة والنهوض بها من خلال محاور فك كرب الغارمين وتنفيذ الفتيات المقبلات على الزواج، بالإضافة لمشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة لتوليد الدخل. تهدف حملة الهدية بأضعافها إلى خلق مجتمع تكافلي من خلال العمل والبناء. رامي محمد مع الناس. أهلا بكم مجددا.